تبيع الخاتم بتاعك، السايغ قال لك هخصم 3%، فالناس قالت لك مفيش حاجه اسمها ضريبه، فالسايغ ده كده حرام او نصاب. على الرغم انك انت لو رحتي فكيتي وديعه في البنك ممكن تخسري حوالي 10% عادي، ولو جيتي حولتي فلوسك على محفظه فودافون كاش او اتصالات كاش ممكن ندفع 1% او 1.5% عادي. ولو حاسبنا فيزا في اي مطعم او اي كافيه او اي مكان بنشتري منه اي حاجه بندفع من 1.5 ل1.7 ضريبه عادي. ولو اشتريت عقار ورجعت في البيعه او حاولت ابيعه في وقتها بسرعه بخسر 15% عادي. دخلت مطعم انت وعيلتك عشان تاكل فضاف لك 14% خدمه عادي. اشتريت تليفون فتحت الكرتونه بس ما فتحش التليفون حاولت ترجع فيه فخسرك 10% عادي. خلاصه اللي انا عايز اقوله ان 1% او 2% او 3% ده خصم بيخصمه الصايغ لاسباب كتير. السبب الاولاني ان ده طبعا مصدر رزقه، السبب الثاني عشان فروقات الاسهم. فروقات الاسهم دي بتخسرنا احنا كتير. ايه هي فروقات الاسهم دي؟ هشرح لكم فيديو فيها تاني.